السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المرة دي هنشوف مؤشر اي جي اكس 70. اي جي اكس 70 بعد ما عمل لنا هبوط اول اسبوع، فحاليا هو ارتد ليعمل لنا صعود تاني ان شاء الله. لكن خلي بالكم ان الصعود ده ممكن يكون اخر صعود قبل بداية التصحيح اللي هو هيكون كبير. اللي احنا عملناه ده تصحيح صغير، تصحيح موجة داخلية، يعني موجة رقم 4 في موجة رئيسية رقم 3. ده التصحيح اللي احنا عملناه، لكن حتى الآن اي جي اكس 70 يعتبر لسه ما عملش تصحيح أصلا للموجة كاملة. يعني دي هنعدله كده، دي رقم 1 اهي، دي رقم 2. حاليا كان ماشي في رقم 3، وهو اللي صحح فيها دي تصحيح صغير، تصحيح لموجة رقم 4 في موجة رئيسية رقم 3. تمام. فنخلي بالنا اي جي اكس 70 الصعود اللي جاي ده، يعني لو هو بداية الأسبوع اللي جاي كان هيبقى صاعد، فدي هتبقى فرص ان انت تبيع وان انت تحقق المكسب في اسهم الاي جي اكس 70. طبعا مش كل الاسهم اللي هي تتبع المؤشر، يعني اللي هي عملت زي المؤشر، اللي هي كان عندها الاسبوع اللي فات هبوط، عملت جاني ارباح بسيط هبوط، وبعد كده هتدي لك قمة تانية. يعني زي مين اللي انا شفتها النهاردة؟ زي المنصورة للدواجن، دي تقريبا ماشية مع المؤشر اداك هبوط شوية. تمام. فهي النهاردة ارتفعت ارتفاع قوي عشان تعمل ايه؟ عشان تخلص الموجة رقم 5 بتاعتها. يعني لو تحب اوريها لكم شوية ابقى اوريها لكم، بس ايه، انا نزلت تحليل الفيديو ليها المنصورة للدواجن، اللي عايز يتفرج عليه يخش يتفرج عليه عشان تفهم انا بتكلم على ايه. اللي هي الاسهم اللي هي تتبع المؤشر، اللي هي حركة السعر بتاعها زي المؤشر. فهو غالبا كده دي الموجة رقم 3. لو نحب نفصل شوية الموجة رقم 3 نفسها، فهنعدها برضو ازاي؟ هنشوف كده. ممكن دي تبقى واحد فيها اهي. فحاليا اي جي اكس 70 لو الاسبوع اللي جاي فيه صعود، فدي فرصة ان انت تجني ربحك في اي جي اكس 70، ان بعد كده هيبقى فيه تصحيح. اللي عمله ده مش تصحيح، خلي بالكم، يعني ده تصحيح بسيط، جاني ارباح في موجة في موجة رئيسية، موجة فرعية في موجة رئيسية اهو. تمام. ده الاي جي اكس 70. واللي اكد يعني، او اللي مش اكد، طبعا مفيش حاجة اكيدة في البورصات يعني، بس ايه اللي يدل ان هو في الموجة رقم 3، وتقريبا الموجة 3 قربت تخلص اهي. هنبص كده على الفيبوناتشي من اول صعود اول واحدة اهي، على قاع رقم 2. فجايتك فين؟ جايلك عند 161 اهو، عند 161 فيبوناتشي. فرقم 3 هي بتيجي عند 161، ممكن تيجي عند 161 تنزل شوية، بعد كده تصعد تاني أعلى شوية من 161. فهي بتبقى حول الرقم ده. ودي غالبا يعني صفات الموجة 4. في موجة 4 تيجي لك كده فجأة هبوط قوي، تحس إن هو خلاص آخر الصعود، بعد كده مفيش صعود تاني، بعد كده تتفاجأ إن إيه؟ إن السهم أو المؤشر بيعمل لك صعود تاني. وده بيكون عشان إيه؟ يعني غالبا بيكون عشان التصريف. يعني هو بيراهن على الناس اللي هي كانت مستنية هبوط في المؤشر كتير، فبتبص تلاقي ان المؤشر ما هبطش للدرجة الكافية. فالناس دي بتحس ان الفرص ضاعت عليها، او الفرص فاتتها، فتضطر تدخل في الاسعار العالية اللي هي هتكون. فبعد كده تتفاجأ ان لسه التصحيح اصلا ما بدأش، وبعد كده تلاقي السعر يهبط بيك لأسعار بعد كده متدنية. فده يجي اكس 70، وده المتوقع ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. وشكرا.